السلام عليكم اعزائي المتابعين. كيف ما كتشوفوا اليوم غادا ندير معكم واحد لا سلطه باللوبيا ولا سلطه ديال المطيشه والخيار والخس والافوكا. اللوبيا غنسلقها ونسوطيها بشويه الربيع كيف ما كتشوفوا وشويه الملحه والابزار. عندي هنايا واحد الحوت شريته دابا، ها هو كيف ما كتشوفوا. غنديرو غير في هاد المول بالحامض والزيتون، شويه ديال السحتر وورقه موسى، شويه العطريه كيف ما كتشوفوا، ها هي زيت بلديه، ثومه، الحامض، الملحه. وعلى بركه الله غنبداو نديرو واحد المعلقه ديال التبش كيف ما كتعرفوا كيقولوا ليه التبش او الشبت، التبش او الشبت. انا هو عندي مطحون، بسم الله على بركه الله. عندي حامض كيف ما كتشوفوا، ها هو نديرو العطريه، نديرو الزيت البلديه، ها هي غنديرو الثومه، نديرو شويه ملحه، وعلى بركه الله دوكا غادي نخلطوا هادشي مزيان. ومن بعد نزيدو واحد كاس الماء، واحد شويش الماء، نزيدو شويش الماء كيف ما كتشوفوا باش نرقدوا الحوت. نحركوا مزيان هاد المقادير وغندير واحد شويه الربيع، شويه لا اقل ولا اكثر. ها انتم كيف ما كتشوفوا. السر ديالو هو داك التبش، كيجي بيه واعر. بسم الله وعلى بركه الله. كيف ما كتشوفوا نشربوا الحوته كيف ما شفتوا البنات. تبارك الله ما شاء الله. هو الحوت طاب، شفتوا كيف جا ولا اروع، ما شاء الرحمن تبارك الله، جا واعر. شفتوا لافوكا حتى هي باش ما تكحلش تبقى شاده اللون ديالها. مزيان. هذاك الخليط اللي كديري ليها هو الحامض، الزيت البلديه، شويه ديال السحتر الا كان مسحوق، وشويه الملحه صافي باش تبقى شاده اللون ديالها بحال هكا خضراء. ها هي اللوبيا اللي صوطيت، ها هي هذه، وواحد الحبه البربه حكيتها على حسابي انا. واللي عجبو هذا المحتوى ما يبخلش عليا باللايك ومتابعه. عافاكم وشكرا لكم بزاف. راه عشاء خفيف ظريف، ما يمحنكم ما والو. هذا هو العشاء الخفيف ديال الليل.